اليوم حبيت نعمل معاكم كبدة دجاج بأسهل وألذ طريقة. أول حاجة نجيب المقلاية، نخلو في المقلاية شوية زيت زيتون، من بعد نضيف عليهم بصلة مقطعة قطع صغيرة، من بعد نبتدي نقلي هذيك البصلة شوية في الزيت حتى تذبل معانا شوي مثل ما شايفين. أول ما تذبل معانا البصلة راح نجيب الكبدة. طبعا الكبدة لازم تكون مغسلة من قبل ومنظفة ومقطعة قطع صغار. أنا هنا غسلتها ونظفتها وقطعتها قطع صغار. راح نقلي الكبدة شوي مع البصل بهذا الشكل لحتى يتغير لونها. أول ما تتقلى معانا شوي ويتغير لونها، شوفوا لازم توصل لهذه المرحلة تقريبا. مباشرة نضيف الملح، نضيف الكركم، نضيف الفلفل الأحمر البابريكا يعني الفلفل الأحمر الحلو، ونضيف ملعقة من معجون الطماطم، ونضيف نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، ونضيف ملعقة كبيرة من الثوم المطحون. نبتدي نقليهم كلهم مع بعض، التوابل والطماطم المعجون والثوم والكبدة والبصل بهذا الشكل. بتشموا هذيك الريحة الحلوة تطلع معاكم. شوفوا هنا مباشرة نضيف تقريبا كوب متاع ماء. أول ما نضيفه كوب الماء نحرك شوي بهذا الشكل، من بعد نخليها تغلي على راحتها، تنطبخ لمدة تقريبا 5-7 دقائق لحتى ينشف منها هذاك الماء. مثل ما شايفين بتلاحظوا أول ما ينشف منها الماء بتكون جاهزة. في هذه المرحلة من ينشف منها الماء نضيفه فلفل أخضر مقطع قطع بهذا الشكل، راح يعطيها طعم حلو. وأيضا نضيف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، أيضا الكمون بيعطيها طعم خرافي. طبعا الكمون والفلفل الأخضر نضيفهم في النهاية، ما نضيفهم في البداية، نضيفهم آخر شيء. يعني أول ما ينشف معنا الماء منها مباشرة نضيف الفلفل الأخضر وملعقة صغيرة من الكمون، نخليها تقريبا لمدة دقيقة دقيقتين تغلي معانا، وبعد خلاص هنا الكبدة صارت جاهزة معانا. ألذ كبدة دجاج بألذ وأسهل طريقة، صدقوني الطعم خرافي، ألذ من الكبدة اللي يعملوها في المطاعم. ننصحكم إنكم تجربوها. من بعد صارت جاهزة معانا نقدمها وناكلها بالصحة والعافية. يعني بصراحة هذه ألذ طريقة الكبدة الدجاج، طريقة جد سهلة وبسيطة ما تاخذش منكم 10 دقائق. شوفوا صارت جاهزة معانا ونقدمها بالصحة وبالعافية. نتمنى انكم تجربوا الوصفة، وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم ونتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم.